لو فاكر إن التاريخ بيكتبوا المنتصرين بس، فخليني أقولك إن كمان بيكتبوا الطباخين. الطبيخ والتاريخ بينهم علاقة استثنائية. مقادير أكلات الشعوب هي جزء من أقدارهم ومصايرهم. اكسترا تشيز اكسترا دخل قومي، ده اللي ممكن نقول عليه في اوروبا اقتصاد العفن، دورة راس مال وتجاره رابحه قوامها بكتيريا، الطفيليات، الديدان والذباب. انا اسفه يا جماعه الحلقه دي. واصحاب هذه الصناعه بيجنوا على قفا هذه الكائنات الضعيفه ارباح طائله، وبالتالي من حظ اي دوده او دبانه انها تهاجر اوروبا، لانها هناك مصدر دخل. عندنا تاخد بالشبشب. طبعا فرنسا هي البوب الكبير في صناعه الجبن في العالم، لدرجه ان هم عندهم عيد وطني للجبنه. فرنسا بتصنع سنويا 2 مليون طن جبنه بواقع 57 كيلو جرام كل ثانيه. هكلمك عن ايراد شركه واحده لانتاج الجبن في فرنسا، بيل جروب. ارباحها وصلت في 2021 3 مليار ونص يورو. بالمناسبه الشركه دي هي اللي بتعمل جبنه البقره الضاحكه والجبنه الكيري. طبعا الرقم ده لما تعرف ان هو ارباح شركه واحده في فرنسا، لك ان تتخيل فرنسا نفسها بتجني ارباح قد ايه سنويا من صناعه الجبن. فرنسا مشهوره بما يعرف بالجبن المعتق، وكلمه معتق دي التسميه المهذبه للجبن اللي مكوناتها بتصل لمرحله العفن. ومن ضمن انواع الجبنه دي الجبنه الزرقاء او الريكفورد، اللي بيتم حشو تجاوفها بفطر البنسليوم اللي بينمو في الكهوف والأقبية الفرنسية. مؤرخين الطعام قالوا إن أول من صنع الجبن المعتق كانوا الرهبان، وكانوا بيخزنوه لمدة طويلة في الأديرة عشان ما يضطروش يدوروا على أكلهم بره كل شوية، وبكده اكتسب خصائص مميزة. من أشهر أنواع الجبنة المعتقة اللي صنعها الرهبان جبنة بغي، اللي بتتصنع في فرنسا من 1200 سنة. الجبنة عند الفرنسيين مش بس فلوس كتير، الجبنة لعبت دور في تشكيل تاريخ بلدهم، أنقذت حياتهم في الثورات والتقلبات السياسية، وكانت رفيق سلاح ليهم في الحروب والمعارك. سنة 1791 أثناء ما يعرف بفترة الإصلاح في الثورة الفرنسية، أحد الرهبان هرب لأن كان وقتها بتعمل أعمال قتل وعنف وإعدامات ضد رجال الدين، واستخبى عند فلاحة فرنسية اسمها ماري هاريل. وهناك الراهب ده علم الفلاحة الفرنسية طريقة صنع جبنة معتقة عرفت فيما بعد بجبنة الكاممبير، ودي ما تختلفش كتير عن جبنة بغي. هما الاتنين بيتكون فيهم طبقة عفن رمادية وبتتاكل بيها عادي. الكاممبير كانت بتتحفظ في علبة من الخشب بتصميم بيخليها صالحة للأكل لمدة طويلة، ده لو اعتبرنا انها كانت صالحة للأكل من الأول يعني. وبالتالي أصبحت الكاممبير طعام مثالي للجنود في الحرب، ولعبت دور مهم جدا في الحرب العالمية الأولى والثانية، خصوصا بقى لو عرفنا ان قرية كاممبير أصلا في إقليم نورماندي اللي وقعت فيها المعركة الشهيرة سنة 1944. وقتها الجنود الأمريكان جربوا جبنة كاممبير وحبوها جدا، لدرجة ان تمثال ماري هاريل لما اتدمر أثناء الحرب في نورماندي، صناع الجبن الأمريكيين هم بنفسهم اللي رمموه كهدية للشعب الفرنسي. ومن خلال الحكاية دي كلها ممكن نستنتج ان الجبنة الزرقاء أو الجبنة المعتقة وصلت للخصائص دي في ظروف استثنائية. يعني واحد هربان أو مستخبي أو بيحارب أو معتكف، مفيش قدامه حاجة ياكلها غير جبنه ماتت وشبعت موت. لكن الانسان الطبيعي بقى في الظروف العاديه ايه اللي يخليه يستسيغ الطعم ده ويدور عليه ويشتريه بفلوس كتير؟ مش بس كده، ده الفرنسيين بيتعاملوا مع الجبن المعتق على انه جزء من هويتهم القوميه، لدرجه ان المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي بجلاله قدره حذر الشعب الفرنسي من تراجع خصائص جوده جبنه الكاممبير. وده لان صغار الصناع المحدثين اللي عايزين الكسب السريع ما بقوش بيستنوا على الجبنه انها تعفن كفايه، لدرجه اننا فقدنا واحده من اهم علامات الجوده لجبنه الكاممبير، وهي رائحه الجوارب الغير نظيفه. ايوه حضرتك، ده كواليتي كنترول بتاع الجبنه الكاممبير، شراب معفن. الفلاحين كانوا بيقولوا ان العلامه اللي بتوضح ان الكاممبير اكتمل الصنع وبقى صالح للاكل ان لازم تفوح منه رائحه الجوارب الغير مغسوله. مش بس المركز الفرنسي للبحث العلمي اللي ما كانش عاجبه الوضع ده كمان نقابه صناع الجبنه في نورماندي اصدرت بيان بتهيب فيه بالمواطن الفرنسي انه يشجع صناعه بلده، بعد ما تراجعت مبيعات جبنه الكاممبير في عام 21 لصالح مين بقى؟ الموتزاريلا الايطاليه. دي بقى جت على الجرح بين فرنسا وايطاليا ما صنع الحداد في موضوع الجبن ده. حرب مين فيهم يتربع على عرش الجبنه؟ ما ايطاليا برضو مش شويه، ما دي اللي عملت لنا الموتزاريلا السايحه اللي بتمط، وعملت لنا الريكوتا، وعملت لنا البارميجان. لكن ايطاليا ليها سياسه مختلفه تماما عن فرنسا في بيزنس الجبنه. هي مش لازم تغرق السوق ب1000 نوع جبنه، لا،
بس هي بتلعب على الكيف مش الكم، الجودة اللي فرنسا بتقول إنها مهددة إنها تفقدها. بينما مثلا في إيطاليا جبنة البارميزان لا تزال بتصنع في شمال إيطاليا في منطقة محددة من أبقار بتتغذى على أعشاب فقط، ممنوع إن هي تاكل أعلاف مصنعة. كمان الفلاحين لسه بيقلبوا مكونات الجبنة يدويا بإيديهم من غير مكن، والجبنة نفسها بتتختم بختم دولي بارميجانو ريجانو، وأي قرص جبنة معلهوش الختم ده هو مش بارميزان أصلي ومش هيتباع بسعر البارميزان الأصلي، وأي حد يخالف هذه القواعد يتشطب فورا من اتحاد البارميجان. لكن الضربة القاضية اللي وجعت إيطاليا قوي في حرب الأجبان أصابتها سنة 1962 لما صدر قانون بيمنع بيع جبنة كازو مارزو ووصفها على إن هي غذاء قاتل. جبنة كازو مارزو بتصنع في جزيرة سردينيا الإيطالية. سكان هذه الجزيرة بياخدوا حليب الماعز ويصنعوه لجبنة، لحد كده مفيش مشكلة. لكن المشكلة بقى إن هم بيسيبوا الجبنة دي مكشوفة لحد ما يتلم عليها الدبان، بالتحديد نوع معين اسمه ذبابة الجبنة، وتحط بيضها في شقوق الجبنة ويفقس ويتحول ليرقات بتتخلل الجبنة وبتتغذى على بروتيناتها وبتحولها من صورة صلبة لصورة معجون ببيض الذباب. الإيطاليين اعترضوا، قالوا بعدين انتوا كده هتشمتوا فينا الفرنساويين، يعني فطر ريكفورد اوكي وريحة الشرابات في الكاممبير تمام، واحنا بقى اللي جت علينا؟ طب ما عندكم المصريين اهو بياكلوا المشة بجدود وما حصلهمش اي حاجة. وسط الحرب الضروس دي كلها بتتسلل دولة لم تكن في الحسبان وبتخطف من فرنسا وايطاليا لقب صاحبة اغلى نوع جبنة في العالم، وهي ويا للعجب صربيا اللي بتصنع اغلى نوع جبنة في العالم، وهي جبنة بولي اللي سعر الكيلو فيها بيوصل ل 1500 يورو، يعني سعر الجرام 150 يورو، وبكده يبقى جرام جبنة بولي قد سعر جرام الدهب في مصر مرتين ثلاثة. يا ترى بقى مين الجندي المجهول اللي ورا جبنة بولي؟ دبانة ولا دودة ولا فطر ولا بكتيريا؟ ولا واحد من دول. هو حيوان ومستضعف برضه، واحنا برضه بنضربه بس مش بالشبشب، بالخرزان. الحمار. ايوه انت سمعت صح، جبنة بولي بتتصنع من لبن الحمير، وفصيلة معينة صربيا خايفة عليها قوي لانه مش فاضل منها غير 300 حمار وحمارة مجمعينهم في محمية طبيعية بيخضعوا لتغذية خاصة وإشراف طبي. بعض الخبراء بيقولوا إن الحمير دي بتشبه سلالة الحمير اللي في مصر اللي كانت كليوباترا بتاخد لبنها وبتستحمى بيها للاستفادة من فوائدها الكتير. وفي نهاية حلقتنا أحب أوجه رسالة للمسؤولين في صربيا: حل مشكلتكم عندنا، تاخدوا حمير من عندنا تهجنوهم بالحمير اللي عندكم، هنطلع سلالة تقريبا لبنها ليه نفس الخصائص، وبكده تفيدوا وتستفيدوا، ومفيش أكتر من الحمير عندنا.